السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفة ان كلنا زهقنا من اكتئاب الامتحانات اللي دخل علينا ده. تعالوا بينا النهاردة نعمل حاجة سهلة وسريعة كده، اسمها فطيرة البانكيك الياباني او فطيرة التورياكي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهتشجعنا على المذاكرة. بيضتين احط عليهم معلقتين كبار سكر، شوية فانيليا، معلقة كبيرة عسل نحل، اقلبهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب. احط عليهم بقى، انخلهم الاول، بس هحط كوبايه الا ربع دقيق عليها معلقه بيكنج باودر وانخلهم زي ما قلت لكم وادمجهم كويس جدا. احط بقى عليهم معلقه صغيره ميه، بعد كده اقلبهم كويس جدا جدا واسيب الخليط بتاعي ده يرتاح لمده 10 دقايق. بعد كده بقى ده يبقى قوامه. هجيب عندي طاسه كده، طبعا ابلها نسبه بسيطه زيت واسيبها بقى زي ما انتم شايفين الخليط على نار متوسطه او هاديه لحد ما يبقى فقاقيع كده، اقوم قلباه بالطريقة دي كده واستنى بقى لحد ما الكمية بتاعتي كلها تخلص. بعد كده بقى كان عندي شوية نوتيلا، حطيت كده 2 على بعض وغرقتها من فوق كراميل. واهم حاجة ان احنا ندلع نفسينا وكل حبايبنا، والف هنا وشفا. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.